والله يا جماعه الوضع اللي احنا فيه ده اصلا ما يرضاش اصلا حد اصلا. احنا دلوقتي ناس شغاله في شركه زد عبر البحار 50 نزيه خليفه جنب البنك الاهلي الكويتي. انت واخد بال حضرتك؟ معظم احنا 18 فرد مسؤولين عن 18 اسره، كلنا مسؤولين وكلنا عندنا ولاد في الجامعه شغالين في المكان ده بقالنا اكتر من 30 سنه. اتفاجئنا ان الراجل بيصفي في الشركه، بيبيع اصولها، بيبيع عربياتها، مش عارفين احنا نعمل ايه. امبارح قعدوا يتفاوضوا معانا ان احنا نسيب المكان في مقابل كل واحد ياخد شهرين. يعني في انهي قانون وفي انهي دوله؟ يعني في انهي قانون وفي انهي دوله ان واحد موظف قطاع خاص مؤمن عليه بيتعامل معامله موظف الحكومه في الدوله وفي كادر الدوله، ان الكلام ده يطبق عليه؟ اخد شهرين عن 32 سنه عمل في مكان. طب ده في شرع مين اصلا؟ وعن انهي سنه؟ عن انهي سنه؟ اللي بداتها في 94 ولا اللي بنهيها في 2025؟ عندنا شباب في الجامعه، احنا هنعيش ازاي؟ الاسر الناس اللي واقفه دي كل واحد وراه اسره ومش عايز يدينا حقوقنا، وبيقول لك انا راجل امن دوله وانا راجل كذا وانا راجل كذا، وبيهددنا وبيعاونوا المستشار القانوني بتاعه. انت واخد بالك؟ وانا قصادكم في المحاكم. هو احنا في غابه ولا فين؟ احنا من مكاننا هنا وباسم زمايلي ده هم انا بناشد السيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس القوى العامله وكل مسؤول في الدوله ان يجي يبص للناس دي ويبص للاسر بتاعتهم ويشوف الوضع على الطبيعه. يعني هنقول ايه؟ احنا هنقول ايه؟ الناس واقفه اهي، واقفين في ميعاد شغلنا، لقينا نفسنا ممنوعين من الدخول بعد ما امبارح رحنا حررنا محضر في اسم مصر الجديده بدون جدوى، وقال لك انا قصادكم في المحاكم. هو ايه قصادكم في المحاكم؟ يعني احنا حقوقنا هتضيع؟ هو ولادنا هيضيع؟ بيهددونا، هم بيهددونا. احنا بنناشد الساده المسؤولين يجوا يبصوا للناس دي، يبصوا للناس دهيا ويشوفوا الاسر اللي وراها ويشوفوا مده خدمتها اللي اشتغلوها في المكان اللي هي مذكوره اصلا في مكتب تامينات مصر الجديده. كل واحد فينا اقل واحد لا يقل عن 20 سنه عمل فيما فوق، واكثر واحد 33 سنه عمل. متوسط اعمارنا كلنا فوق ال 55 سنه. نروح فين؟ احنا هنروح فين دلوقتي؟ مين اللي هيبالنا؟ مين اللي هيبالنا اصلا في السن ده؟ بنناشد السيد رئيس الجمهوريه، بنناشد الساده المسؤولين، بنناشد السيد رئيس القوى العامله، بنناشد السيد رئيس الوزراء، معالي رئيس الوزراء، ان يجي يبص ويشوف الناس المستقويه دي اللي هي واكله حقوق الناس، اللي هي دايسه على الناس الغلابه. وانا شاكر لسعادتك. منضم لجماعه